الأخ الجزائري، الجزائر المدنية، تسمعوني؟ نعم. كلمني نظامكم الجزائري وهو يعني في تعامله مع القضية الفلسطينية، هل هم مخلصين النظام الجزائري عندكم يعني عندما يقولون مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ يعني كلمني حول هذا النقطة. والله ما أنا مانيش سياسي يا أسعد. مانيش سياسي لكي يتكلم في هذه الأمور. أنت ما لكي رأيك لا أنت ما أعطيك رأيك أنت؟ لكي أنا في رأيي يعني نحن نحب فلسطين منذ نعومة أظافرنا يعني. هذه شيء يعني مثل الدين، مثل عندنا الدين لازم تروح تصلي. أوف أوف حب أوف أوف. فلسطين هو فرض. عقيدة يعني. فرض مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج. آه، هذه عقيدة عندنا نحن كجزائريين يعني. هذه ما فيها حتى ضحك ولا لعب، ما فيها نقاش. ما يختلفوش اثنين جزائريين في هذا الأمر. لا، على فلسطين ما يختلفوش، لا. لا، طيب ايش هذه يقولوا لكم على عقيدة. المغرب؟ ايش يقولوا لكم على والله المغرب؟ صدقني، والله يا المغرب. أسعد يا أسعد والله صدقني. الله لا يقدر، لا الله لا يقدر لو كون المغرب يوقع فيه شيء كل الجزائريين هبوا هبة رجل واحد. ايش يهبوا؟ للمساعدة. للمساعدة، نعم. ونفس متأكد؟ الشيء من المغرب. والله صدقني يا أسعد، أنت تضحك. والله صدقني يا أسعد، لو كون يوقع شيء في المغرب لكن الشعب، أنا أتكلم لك الشعب، لا أتكلم لك على المتسلطين، أتكلم لك على الشعب. والله يهب هبة رجل واحد. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. يا اخي انت يا اخي انت كأنك عايش في زمن بعيد تقريبا. انت بتشوف اللي حاصل. يا أسعد مليون في الشرعي، المية. هل تقدر تقول لي كم عدد الذين يشتمون المغرب؟ هل تستطيع تقول لي الإحصائيات؟ والله انا ارى الى الان انت الوحيد اللي طلع لم يشتم المغرب، ولا عادة كلكم تشتمون. ما صدقنا لقيناك احنا اليوم ها، فرحانين أنت بالزبط الآن اليوم. أنت الآن قلت أنت الآن قلت كلكم لم تقول يوجد جزائريين كلكم يعني، حتى نجمعتيني معهم. لا لا، يوجد جزائريين. انا ساثبت لك الان أن الجزائري لا يستطيع أن يثني على أخيه المغربي. تستطيع أنت الآن تفتح صورتك وتقول اسمك ولقبك من داخل الجزائر أنا مع المغرب؟ تستطيع؟ لا، لا أستطيع. ليش؟ لأنك ستقمع داخل الجزائر. أنت تضحك علي عندما تقول لي هذا. أكيد، أكيد. إذا إذا معناته أنه الأصوات الجزائرية المحترمة التي تثني على المغاربة هذه مقموعة تماما، ما تستطيع تتكلم، صح ولا لا؟ ما يقدروا يتكلمون معاك، هم اللي يطلعوا يتكلموا معاك كلهم مخابرات. كلهم ليش مخابرات أنت إيش ممكن يصلحوا وأقلام فيه؟ إيش مأجورة. يعني ما مصير الجزائري الذي يمتدح المغرب؟ ما مصيره عندكم؟ يعني لو تعلم به المخابرات، هو متعاون مع جهات أجنبية مثل ما صار المرسي. نفس مصير محمد مرسي، الشهيد محمد مرسي الله يرحمه. الله الله، يعني عندكم نظام عسكري خطير يا أخي. الله ي... أكيد، الله أكيد. يعينكم، الله يعينكم يا أخي. إذا أكيد. أنا من رأيي ما دام أن أنت هناك لا تعلم هبة بأن جزاء. أنت لا تعلم بأن المغرب عدو وهمي. عدو وهمي، أيوه، صح. نعم. طيب، على ذكر الهبة، أنكم ستهبوا الجزائر عن بكرة أبيها لو وقع في المغرب شيء. ما رأيكم تهبوا الآن كلكم هبة واحدة وتشوفوا الناس صرفة مع تبون هذا وتشوفوا لنا حل والله معه؟ لو والله نحن ندعي ليلا ونهارا أن الله يزول علينا هذه الطغمة. وقريبا إن سياسية شاء الله، فاشلة. قريبا إن شاء الله سوف الشعب يخرج، كل الشعب 40 مليون إن شاء الله سوف تخرج الشارع. أقسم بالله يا أخي أنك اليوم رفعت معنوياتنا، أنه ما زال في الجزائر خير، الحمد لله، أنت بشرتنا. لكن يا و... أسعد،
لا تسقط في مطبهم وتتكلم على الجزائر انت والمغاربه. اذا كنتم تحبون الشعب المغربي وتحبون الشعب المغربي، تحبون الشعب الجزائري وتحبون الشعب الجزائري انه يستقل، لا تتكلمون على الجزائر، لان هذه هي كيف اقول، هذه فرصتهم. هم يريدون ان يفعلون نعرات لكي يتقاتل الشعبين، لكي يلهوا. طيب لو يعني تساعدونا. انا شوف والله كنت اقول للمغاربه، كنت اقول يا جماعه مستحيل انه المجتمع الجزائري كله يكرهكم، اكيد انه هو في النظام ومن يدورون في فلك النظام، هذولا معبئين عليكم خلاص، يعني معبئين. انت شفتهم في المظاهرات في باريس سبوا المغاربه، في ملاعب كره القدم يسبوا المغاربه. آه لكن انت اليوم اثبت ان هناك جزائريين يحبون المغرب ولا يرونها عدوه، لكنهم لا يستطيعون ان يصرحوا بذلك لانهم سيقمعون، صح؟ اكثر مما تتصور. غالبية الجزائريين يحبون المغرب، يعني نستطيع نقول هكذا. نعم اكيد والمغربيين يعلمون هذا. لا والله المغاربة يقول لك الجزائر كلها عدوتنا. لا مش كل المغاربه التي تتكلم معاهم انت، مش كل المغاربه. انا اعرف كثير من المغاربه. أنا سعيد جدا أنك طلعت اليوم، أنا أحييك يا أخي. لو كنت أعرف اسمك لو قلت اسمك ولقبك، لكن تحياتي لكل جزائري حر. شوفوا لو توجد جزائريين من هذا النوع قسما بالله ما حد يقدر لا يثير الفتنة، لا أنا ولا يا اخي غيري. كل الجزائريين هم هكذا، لا يحبون العداوه مع المغرب، وكل الجزائريين يحبون المغاربه يا اخي. يا اسعد، يا أخي طيب ليش ما يطلعوا انت كذا يطلعوا مثلك يا أخي انت يطلع معك غير المخابرات، انت تطلع معك غير المخابرات يا اسعد. هم الان اللي تحت، هم في الكومنتير المخابرات هم اللي يكتبوا. يا ساتر يا رب. طيب أنت مو خايف مثلا يكتشفوك من نبرة الصوت، من بصمة الصوت، من شيء؟ لا، الهاتف تاعي اختصاصي، ما يستطيعون يدخلوه. يا سلام عندي عليك. عندي هاتف خاص. الله، إذا أنتم مخابرات. ها، والله سوف انزل، لعل سوف انزل. لا خلني أودعك. خلني خلني أودعك، لا تخاف، الأمور طيبة. شكرا لك أخي الجزائر المدنية، الله يحفظك، وإن شاء الله علي. تكون الجزائر مدنية وليست عسكرية. تواجدك معنا تشرفت جدا والله العظيم. نهار كبير كما يقول علي. المغاربة، نهار طبوزي، قسم بالله نهار غليظ، نهار كيف ما تشتي. شكرا هيا، لك، مع شكرا. السلامة، مع السلامة، شكرا. مع السلامة، مع السلامة، الله يستر عليك، يلا مع السلامة. مريم تفضلي يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك أخ عليكم السلام. أسعد؟ مرحبا سلامة أستاذة، الأخوان مرحبا. معنا في البيت. الله مرحبا يحفظك. بكم. في تعليق موجز على الأخ الجزائري اللي صعد. نحن طبعا ليست لنا عداوة مع كل الشعب الجزائري، العداوة مع النظام ومع من يتفق مع نهج النظام تجاه المغرب. من يوافق النظام أو من يقول نظامنا جيد وليس لا ينتقد النظام، هذا يعتبر عدو، لأن نظامه جاهر بالعداوة. ليس كالأنظمة التي تمارس تقي، يعني تظهر لك المحبة وهو عدوك. هم جاهروا بالعداوة، أعلنها الشنقريحة، قالها مباشرة أنه العدو الكلاسيكي أو العدو المغربي، يقولها في كل مرة. عندما تعلن علي العداوة لا تقول لي أنك أخي. أنا بالنسبة لي كل الجزائريين ليسوا إخوتي. من يقول أخي هو أخي مع وقف التنفيذ، هذا رأيي. هو أخي مع وقف لكن التنفيذ يا حتى يا تفرض يا الإعدام. مريم، الأخ الجزائري نعم قال أن هناك جزائريون مضطهدون ويحبوكم، بس ما يقدروش يبينوا لكم هذا الكلام. نعم، هذا ما أقول عنه أخي مع وقف التنفيذ. لا أراه، لا أستطيع أن أراه. أخوك يعني مع وقف التنفيذ. مع وقف التنفيذ عندما أجده، شوف، عندما يأتي الجزائري للمغرب هو مرحب به. لن تجد أبدا من يقول في المغرب من يقول للجزائر الجزائري اخرج من المغرب. لن تجدها نهائيا، لأنه من يعلن المحبة تجاهه هو أخي، سواء كان جزائري أو أي بلد آخر. ومن وطأ أرض المغرب هو مرحب به، ما دام يحسن الأدب مع المغرب، في اتجاه في ما يقدسه المغاربة وما مقدسات المغاربة، وفي اتجاه المغاربة
يحترم المغاربة، يحترم عاداتهم، يحترم تقاليدهم. هذا مرحب به. مريم أنت في أي مدينة أنت؟ أنا من قلميم، من باب الصحراء. قلميم، وجهتي القادمة إن شاء الله. مرحبا بك. أنا سمعت أن عندكم في الأقاليم الجنوبية، أنا رأيت، مش سمعت، رأيت بعيني يعني، ناس منكم صحراويون لكنهم بوليزاريو داخل، يعني انفصاليون ويجاهرون بأنهم انفصاليون ويريدون دولة ومعارضين للنظام الملكي وعلنا يعني، ويظهرون ويسافرون ويجون. يعني هل هذا الظاهرة موجودة فعلا ولا أنا شفت أعداد بسيطة؟ هم موجودون طبيعة الحال، موجودون، لأن المغرب يكفل لهم حرية التعبير. لكن كيف حرية؟ دعني كيف حرية أقول لك الانفصالي؟ يعني لا، لا هم مجرد يعني شرذمة، ليست لهم لا قوة تأثيرية ولا شيء، يعني مجرد مجموعات هدفها في بعض الأحيان يخرجون من أجل عمليات تخريب وكذا، أو من أجل شعارات فارغة، لا يهتم لهم ما دام هو يعني هم يحترم. يدخلون البلاد، يدخلون بجوازات مغربية طبعا، بجوازات مغربية. هناك من يدخل بجوازات مغربية، وهناك من يدخل جواز بجوازات مغربي إسبانية. ويدخل تحت علم وسمع وبصر السلطة وهو معارض للنظام وضد الملكية ويريد انفصال البلاد، معقول؟ نعم، ما دام يدخل مثلا هناك من يأتي لزيارة أهله وعائلته، يأتي للزيارة ما لم يقم أنشطة غير يعني غير قانونية، لا والله يستطيعوا أن انتم يقوموا مثلا بتجمعات. نعم، هو لهم حرية تعبير كما أقول لك أخي، هم عندهم حرية تعبير. أنا أعرفهم، أنا جلست معهم. أنا عندما كنت أقرأ ندرس في الثانوية، كانوا يحاولون يعني استدراج الشباب الصغير في العمر بين 14 وال 15 إلى 18 سنة، يحاول استدراجهم بالأفكار الانفصالية. لكن ما إن يعني تناقشهم لا تجد أنهم يملكون أي فكر. أنا جلست مع بعضهم، واحد من الأطفال كان عمره تقريبا 16 سنة. قلت له ما شوف، هي هذه الدولة؟ اسمع دقيقة. فريد. يعني موجودين في كل المدن، في الأقاليم الجنوبية، في الداخلة وفي العيون، في كل مكان، وداخلين ويدخلون وتحت علم وسمع الدولة وكل شيء، وهم انفصاليون، يرون الملك المغرب محتلا لبلادهم، بل أنهم حتى لا يؤمنون به. ألا تري أنت أن هذا إفراط في التسامح؟ يعني هذول ممكن يكونوا خلايا نائمة يوم من يوم تخلخل لكم المجتمع الصحراوي وتعمل لكم فتنة. لم أسمع سؤالك، تقطع الصوت. عندك مشكلة إذا، اطلعي انزلي وارجعي يا مريم، لأنه من أول وصوتك يقطع. نعم. انزلي وارجعي. وأنا يعني أنا أؤكد على هذا الموضوع، أتمنى أنه تناقشوا. كيف واحد صحراوي انفصالي ضد الملك وضد الملكية ويأتي ويسرح ويمرح ولا في شيء؟ وين الجماعة هذولك اللي يصيحوا ملكنا؟ ليش ما يهاجموا هذول؟ ليش ما يجوا؟ وبعدين ليش تسمح لهم الدولة؟ أنا أريد تناقشوني في الموضوع، هل هذا إفراط في السلمية أم ديمقراطية فعلا في المغرب، ديمقراطية حقيقية لدرجة أن الانفصالي يروح ويجي ويسافر ويسرح ويمرح؟ أنا ما قادر أفهم الموضوع. يا القرش، ابقى معي، خليني أشوف هذا الأخ. دقيقة يا القرش، السلام عليكم. أنا أريدك لأمر ما يا القرش. تفضل يا أخي. معليش تخلي لي دقيقة نتكلم فيها أسعد بدون مقاطعة، الله يحفظك. تفضل. شو أولا أخي أسعد، هذا المخطط اللي كدير فيه لضرب الجزائرية وتشويهها لا تستطيع أخي أسعد، لأن الكثير حاولوا قبلك والمغاربة استنجدوا بالكثير قبلك ولم يستطيعوا. كاين فرق بين جزائريه تروح تسال اي سعودي واي خليجي تقول له ما رايك في الجزائريه، يقول لك هذيك حفيده الشهداء وبنت الشهداء. تروح تسالها على مغربيه تشوف الجواب، لا ما نكملوا كاع. ثانيا يا الاخوه المغاربه، في عوض ما تتكلموا على الجزائريه وتبردوا على قلبكم لخاطر ما غادي تستفادوا من والو، لا تستفيدوا من شيء، راكم غير تضيعوا في وقتكم. في وقت ما تسبوا الجزائريه وكاع
اذهبوا إلى اللايفات الخليجيين، آلاف اللايفات يسبون في المغربية ويلقبونها بأم شنطة. لماذا لا يدافعون عن عرضهم؟ لماذا يأتون فقط للجزائري؟ هل الجزائرية يا أخي الكريم الخليجيين يضربون في عرضهم ضربا، داروا حملات ضدهم، ما يقدروش يروحوا يطلعوا معاهم ويواجهوهم لأنهم يخافون لو عاودوا الخليجيين يديروا حملة ضدهم يمنعون المغربيات من دخول الخليج مثل ما فعلوا من قبل. اقتصاد المغربي يهبط. صحيح أخي أسعد، لا يستطيع مواجهة الخليجيين. لا أتحدى مغربي يطلع يواجه خليجي اللي راهم يسبوا في بنات بلاده، ما يقدروش. صحيح يجوا حنا جزائري لو تروح للخارج نوضوا كامل ضدها ونتكلموا عليها كامل نوضوا، لان هذا الشيء لا يشرفنا. الحمد لله حنا جزائريين معروفين عند العرب. صحيح والجزائريه الحمد لله مشرفه ووراءها رجال. سمعتني اخي اسعد، لا يستطيعون، اقسم بالله اتحداهم. حنا كون خليجي يفتح لايف على جزائريه نوضوا له كامل، حنا ما نروحوش للمغاربه فقط، حنا من يسب الجزائر من اي دوله نوضوا له، حنا لا نضرب فقط في المغاربه. ثانيا اخي اسعد شرعي، قلت علاه ما تقولش تحيا المغرب من قلب الجزائر. اخي كريم نقول لك تحيا المغرب من قلب الجزائر، ماذا نستفيد؟ عن اي عسكر تتكلم؟ انا جزائري عايش في الواقع الجزائري. اين هم العسكر؟ انا بين نفهم، هل تقصد العسكر الجيش الذي يحمي الوطن؟ نحن كلنا جيش في الجزائر، لكن العسكر اللي تقصدوا فيهم يقمعوا اين هم؟ انا النظام ما يعجبنيش ننتقده. اين انتم يا عسكر؟ ما فهمتش انا، تخترعوا واحد الامور. انا دي فوا كي نسمعكم تتكلمون نحس الجزائر بلد ارهابي تقتيل يوميا. انا نصدم مزيان، راني عايش في الواقع الجزائري والله ما فهمتش انا. المهم جاوبني تفضل. شكرا لك يا أخي. وأنا فيما يخص المغربيات في الخليج، هناك جزائري، شوف جزائري اسمه أمير ديزاد. قفل ميكروفونك قفل ميكروفونك. أنا الآن لو أخرج لك الآن في الواتساب، عندي الآن في الواتساب هذا ديال القناة أشياء مخيفة للجزائريات داخل الخليج موجودات. وبعد كلام أمير ديزاد الجزائري بين قوسين الجزائري، حذرناكم قلنا لكم اسكتوا يا أخي، قلنا لكم اسكتوا. في جزائريات، هذا الذي أنت تعتبرها مغربية هي نفسها جزائرية أصلا، ينتحلن شخصيات مغربيات ودخلين. لحظة اصبر، لا تفتحش الميكروفون إلى أن أنا أعطيك مرة أخرى. يا أخي أنتوا دائما، قلنا لكم أنتوا دائما تفقأوا أعينكم، عندكم مشاكل. أمس أنا عملت مقطع لايف أنه في تقارير رسمية عندكم، رسمية من الدولة، أن هناك 4,000 مولود لقيط في الجزائر. هذا الإحصائيات الرسمية. بينما جمعية حقوق الإنسان الجزائرية تقول 45,000 في السنة. وجي تصور الجزائر، احنا جزائريين والمرأة الجزائرية. يا أخي الذي في المغرب موجود في الجزائر. لماذا لا تفهمون؟ المغرب لأنها ظهرت في السطح، لأنها تعرضت لحملة تشويه ممنهجة من فرنسا ومن الأنظمة القومية العربية الهمجية. كل الناس شوهوا في المغرب، وأنتم أيضا فعلتم أشياء مخجلة لدرجة أن الجزائرية تعمل نفسها مغربية وتروح تشوه. يا أخينا في الجزائر، يا أخي كل ما قلنا نغلق هذا الموضوع فتحته، كل ما قلنا لكم عيب، الأعراض ليست مشكلة. إذا في مغربيات هناك جزائريات، كن على ثقة. أنت مش المدينة الفاضلة. أنت ايش فكر نفسك؟ أنت ايش فكر نفسك في الجزائر؟ المدينة الفاضلة ولا مدينة أفلاطون اللي ما عندكم شيء؟ عندكم 7,000 يا أخي ماخور دعارة داخل العاصمة. عندكم بيقول لك المواليد اللي بيلقون قدهم صينيين. 45,000 لقيط في الجزائر. وين رايح أنت؟ ليش مصور حالك وشايف المغرب وما تشوف عيوبك يعني؟ فهذا موضوع النسوان وموضوع الأعراض. لو كان عندك غيرة وأنت جزائري قح، أنا ما أتكلم عنك، إحنا كذا لغرت على عرض المغربية أيضا. يعني حتى لو في مغربية ذكرت أو يمنية أو أي مسلمة، المفترض أنه يغار عليها كل مسلم. وإحنا جزائريين وإحنا جزائريين.